بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض يا شباب في كورس الاو اس اس بي. طبعا انتوا محدش فيكم حضر الايفنت بتاع يوم الحد، فايه هنبدأ مع بعض من الاول نتكلم عن ايه هو المجال، هنشتغل ازاي، هنعمل ايه، خطواتنا الجاية ايه، هنمشي على ايه بالظبط، وهنوصل لايه في الاخر، وايه التخصصات عندنا، واوصل لايه، واوصل للنقطة اللي انا عايزها او للتخصص اللي انا عايزه ازاي، وامشي على التراك ده ازاي. هنتكلم على شوية حاجات كده ايه كانفرو كده عن المجال بشكل عام، عامل ازاي وكده، وهنبدأ فيه ازاي. بعد كده ايه هنتناقش مع بعض شوية، وان شاء الله نحاول النهاردة نعرض البرزنتيشن، نتكلم عن الموديولز اللي احنا هنشتغل عليها في الكورس. تمام، ايه الموديولز الموجودة اللي معانا، وكل موديولز مسؤولة عن ايه، وايه وظيفتها، والكلام ده كله عشان تعرف هتدرس ايه في الكورس كويس. جميل. بعد كده لو الوقت يعني سمح لنا نقدر ان احنا ايه نثبت اللاب بتاعنا، ما سمحش هنقدر ايه نشتغل عليه من بكره. تمام. تمام. طيب الاول كده ايه خلينا اعرفكم عن نفسي الاول. طبعا انتوا ايه مفيش حد فيكم يعرفني لسه. طيب انا اسمي احمد مرزوق. تمام. 6 سنين بلس اكسبيرينس في الديزاين اند سكيورتي في الاي تي انفراستراكشر او الانفراستراكشر عامه. تمام. شغال في مشاريع كتير، اشتغلت في مشاريع كتير ك بروجكت مانجر، ولحد دلوقتي لسه بروجكت مانجر كسبورت فيها مشاريع كبير جدا، زي خاصة بهيئات حكومية، زي جهاز حماية المستهلك. تمام. عندنا الإدارة العامة للأشعة في وزارة الصحة، المجالس الطبية، لا بلا بلا غيرها من المشاريع. تمام. مشاريع هيئات حكومية ومشاريع ضخمة تتكلم في عدد يوزرات ضخم. تمام. فالحمد لله لحد دلوقتي ايه بسكيور الانفراستراكشر دي الخاصه بمشاريع الدوله. تمام. وسبورت عليها لحد دلوقتي كنتورك سكيورتي وكبن تيست، بس نتورك سكيورتي اكتر، بن تيست دي ايه قليله شويه او فريلانس اكتر، ودي هنفهمها مع بعض ليه. تمام. ليه مش شغال ايه بن تيست صريح، او شغال في شركه بن تيست بشكل ايه بشكل صريح. تمام. طيب حابب برضو ايه انتقل معاكم برضو في النقطه دي. نجيب كده ايه البوردة بتاعتنا، بحب بس ارسم عليها شوية. طيب ايه الفكرة عندي في المجالات عاملة ازاي؟ طبعا في ناس فيكم دارسة سي سي ان اي، اكيد في ناس دارسة الام سي اس اي، في ناس ممكن تكون ادفانسد شوية في الموضوع، فاهمة شوية عن الموضوع، سامعة فيديوهات على اليوتيوب هنا او هنا، مجمعة شوية معلومات عنها. تمام. عارفة ايه السايبر سيكيورتي والكلام ده. طيب خلينا نتكلم بشكل ايه آه، ابتدائي شوية. معلش يعني خلينا ننزل بالليفل شويه، نتكلم من زيرو خالص عشان برضو ايه اللي مش واصل نقطه تقدر ان هي توصل له بوضوح. طيب السايبر سيكيورتي هو مجال كبير جدا، مش مقتصر على حاجه واحده، هو كل ما يخص السكيورتي بمعنى الكلمه، من بقى سكيور، دفاع، حماية، هجوم، اتاك، الكلام ده كله كل ما يخص السكيورتي. تمام. هو داخل مجال مين؟ داخل مجال السايبر سيكيورتي. تمام. او مجال الامن السيبراني. طيب هل احنا هندرس المجال كله؟ اكيد لا، دي تخصصات واقسام ودنيا كبيرة. تمام. فاحنا هنتخصص في جزء مين؟ في جزء الاو سي بي او البنتريشن تيستنج. تمام. ويز ايه؟ ويز نتورك. هناخد برضو حاجات في الويب، هندرس برضو حاجات ادفانسد شويه. تمام. بس حته الاو اس بي هنتخصص في حته مين اللي انا ابين تيست عن طريق الايه النتورك. زي ما قلت لك هناخد ويب، هناخد غيره وغيره، بس هناخد حاجات هي بنسبه 20%، مش ادفانسد، مش تخصص. في بعد كده بقى لو انت حبيت تكمل هنشوف التراك او الرود ماب بتاعتنا هتمشي ازاي، هنمشي عليها عشان ايه. لو انت حابب تكمل في الويب، او حابب تكمل مثلا في المالوير انالايز، حاول تكمل. طيب خلينا نبدأ كده. بسم الله. مجال السكيورتي بشكل عام بيكون عندي منه ايه شقين، اكيد طبعا كلكم سمعتوا الكلام ده، اللي هم الناس اللي بتهجم والناس اللي ايه اللي بتدافع. تمام. الناس اللي بتسكيور الحاجه اللي هم مين دول، اللي هم الفاير وولز، اي جهاز اي دي اس اي بي اس، اي جهاز بيساعدك ان انت تعمل سكيور. تمام. ده بيتصنف ايه؟ بيتصنف سكيورتي. تمام. او ديفense، خلينا نتكلم ايه مصطلحات عامه شويه. الراجل ده بيدافع فاير وول وبتاع، وعنده شويه اجهزه بيحمي نفسه وبيحمي النتورك بتاعته.
طيب على عكسه مين الاوفنس او الاتاكر او اللي بيهجم؟ تمام، الراجل ده برضو عنده شويه تول بيستخدمها، بيستخدم نسخ تشغيل او اوبريتنج سيستم خاصه بيه، وشويه تولز معاه بتساعده ايه في الموضوع ده. جميل، يبقى احنا عندنا هنا مبدئيا كده عندنا الناس اللي بتدافع وعندنا الناس اللي ايه، اللي بتهجم. معايا؟ قلت اسمك ايه؟ حمزه؟ معايا حمزه؟ بص، انا معاك ان انت عايز تكتب كل حاجه حلو، بس انا كده كده السيشن بتريكورد، فاهمني؟ فعايزك برضو انت برضو الشباب الاونلاين يا شباب، لو حد معاه نوت او معاه حاجه حابب يكتب فيها ملاحظات، دي حاجه جميله جدا وحاجه كويسه جدا، بس الافضل انك تخليك معايا في اللايف. حلو. وانت بعد كده عندك الريكورد، تروح كوبايه شايك، عايز تسجل، عايز تدون، عايز تعمل كل حاجه تذاكر فيها ايه براحتك. ليه بقول لك الكلام ده؟ لان انت طول ما انت قاعد معايا، لو انت بتسجل في النوت انت بتسجل اللي انا بقوله، انت مش هتستوعبه قوي، فاهمني؟ هيعدي منك كده اللي هو انا بس كتبته اللي انا فهمته، فهتلاقي من نص الكلام انت كتبته والنص التاني فين؟ وقع. ترجع بقى تجمعه منين؟ من الفيديوهات. فيفضل تخليك معايا في اللايف عشان نبقى اكتف مع بعض كده. بعد كده لما تروح انت كده كده هتعيد الفيديو مره واثنين وثلاثه، سجل يا باشا براحتك وتعمل ايه زي ما انت عايز. إيه المشكله دي؟ ضن ماشي. طيب خلينا ايه نكمل. وقفنا عند حته الايه اللي انا عندي اتنين، عندي السكيورتي وعندي مين الاوفنس. وخد بالك ان الاتنين هم نفس الشخص. يعني ايه؟ هو الراجل اللي بيدافع هو اللي بيهجم؟ اه، الراجل اللي بيدافع هو نفس الشخص اللي ممكن يهجم عادي جدا. تمام. دايما كده في قاعدة في السكيورتي ان انا مش هينفع اعمل اتاك على حاجة الا لما اكون فاهمها. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي معايا ابلكيشن حلو، برنامج معين، البرنامج ده انتي فيروس يا سيدي، خلينا في الانتي فيروس. عشان اعمل فيروس او تروجن او ايا كان مالوير يعدي او يعمل باي باس ليه الانتي فيروس ده، لازم اكون فاهم آلية الانتي فيروس بيشتغل ازاي. تمام. خلينا ندي مثال بسيط عشان ايه نوصل الحته دي. يعني ايه آلية والكلام الكبير ده؟ ايه الدنيا بتمشي ازاي؟ هقول لك انا الدنيا بتمشي ازاي. هنصغر الخط كده شويه. طيب دلوقتي انا لو عندي الانتي فيروس بيشتغل ازاي يا باشا؟ والله الانتي فيروس بيقول لك ان انا لو في اي فايل جاي لي بحطه كده جوه حاجه اسمها ساند بوكس، اقفل عليه. بحطه جوه ايه؟ ساند بوكس. طيب بقفل عليه. طب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بشوف والله ايه قصته، الراجل ده هيتحرك، هيعمل اي نشاط غريب، هيتواصل مع حد بره، هيعمل كونكت، حد هيكونكت عليه، تمام الكلام ده. بشوف النشاط بتاعه بيبقى عامل ازاي. تمام. واعتقد معظمكم سمع مصطلح الساند بوكس ده. الساند بوكس ده عامل زي الفي ام، زي فيرتشوال ماشين مثلا، انا بدي مثال فيرتشوال ماشين. تمام، انا بجرب عليها الابلكيشن ده قبل ما احطها فين، قبل ما احطها على الاوبريتنج سيستم بتاعي اللي عليه الداتا وعليه الشغل بتاعتي. تمام. عشان لو طلع فيروس فهو ضرب مين؟ ضرب الساند بوكس دي او الفيرتشوال ماشين، فقشطه مش مشكله، في داهيه ما عليهاش حاجه. انما صعب ايه لو ضرب السيستم عندي، خلاص كده هو عمل اللي هو عايزه. تمام. فالانتي فيروس بكل بساطه بيعمل ايه؟ بيحط الباكت دي او الداتا دي او الابلكيشن ده ايا كان فين؟ في ساند بوكس، ويبدا يشوف الحركه بتاعته بتبقى عامله ازاي. تمام. الراجل ده لو اتحرك حركه غريبه، حاول يتواصل مع حد، اذا هو ايه؟ هو ايرور بالنسبه لي او اليرت بالنسبه لي ان الراجل ده خطر بالنسبه لي، فاعمل ايه؟ دلت على طول. تمام. طيب انت هنا دلوقتي راجل لسه بتبتدي في الكورس اهوت. طب ولسه الدنيا بتبتدي قدامك، وقلت لك دلوقتي طب احنا عايزين نتحايل على الموضوع ده. هتقول لي ايه؟ هتقول لي بمنتهى البساطة طب ما نتحايل عادي، ايه الصعب؟ طب حلو، ايه الصعب؟ هنعمل ايه؟ تقول لي والله ان انا الابليكيشن بتاعي اللي انا حاطه جوه ده او اللي انا بعته ده، هقول له والله اعمل مثلا ويتنج او استنى او اعمل سليب لمدة ربع ساعة او نص ساعة يا سيدي. طب وبعدين يعني الراجل ده هيفضل ساكت قد ايه؟ نص ساعة، ساعة، يوم، يومين، شهر؟ افضل ساكت ما بتعملش اي حركه لمده قد ايه؟ 30 دقيقه او شهر، ما تتحركش. طب الانتي فيروس بالنسبه له هنا لما هيحطه في الساند بوكس هيلاقي الراجل ده بيعمل اي نشاط غريب؟ هيلاقي الراجل ده بيعمل حاجه؟ عادي، مفيش اي حركه، مفيش اي حاجه. فبالتالي الانتي فيروس هنا هيصنفه ايه؟ عادي جدا، عدى الراجل ده. تمام. فبيحصل ايه هنا؟ انت عملت عمليه ايه؟ عملت عمليه باي باس لمين؟ للانتي فيروس. يعني الانتي فيروس عديت عليه اه وما شافنيش ما كشفنيش. طب عملت الكلام ده ازاي؟ بناء ان انا فهمت آلية مين؟ آلية الانتي فيروس ماشية ازاي. طبعا في كذا تكنيك بس احنا بندي مثال. ففهمت آلية بتاعته ماشية ازاي. الراجل ده بياخدني يحطني في بوكس،
يشوف انا هعمل ايه. طب انا لو اتاخرت في الوقت ما اتحركتش، استنيت ساعه 2 3 10 100، بعد كده بدات ايه اخد اكشن. طب انت الوقت ده مش عديت من الساند بوكس؟ اه عديت. عديت خلاص، يعني مش خلاص الراجل شافني لان ما بعملش حاجه فقال لك عدي، ما بيعملش حاجه. تمام، يبقى انت عديت من الانتي فيروس ولا لا؟ عديت من الانتي فيروس. هو نفس المثال بالظبط. انا دايما قاعده عندي كده، حاجه انا هعمل اتاك عليها لازم اكون عارفها. على سبيل المثال، انا مثلا دلوقتي ما ينفعش مثلا جايين بنعمل اتاك على سيرفر واكتشفنا ثغره مثلا في سيرفيس، تمام، وانت السيرفيس دي مش عارفها. مش عارفها هنا قصدي بيها ايه، اللي هو انت مش عارفها خالص، اللي هو مش عارفها، ما تعرفش معلومه، ما تعرفش يعني ايه ويندوز اصلا، لا. اكيد عارف يعني ايه ويندوز، واكيد هيقابلك مثلا سيرفيس معينه خاصه بالاس اس اتش. عارفين الاس اس اتش؟ عارفين البروتوكول ده؟ تمام، اللي هو ايه بيخلينا ندخل ايه كوماند لاين او نوع من انواع الريموت ايه ريموت اكسس على الاجهزه. ففي سيرفيس كتير بتعمل اس اتش، في برامج كتير بتعمل الكلام ده، بتفتح لك السيرفيس دي. تمام. هل معناهم ان انا اكون عارفهم كلهم؟ لا. تمام. بس انا اكيد اول ما هعرف السيرفيس دي اسمها ايه هسيرش عنها بكل بساطه، هعرف هي بتعمل ايه. خلاص، عرفت الراجل ده اس اس اتش الفيرجن بتاعه كذا، ابدا ادور عليه بقى بعد كده، عرفت معلومات عنه. فانت هنا في نفس الوقت انت عارف انظمه التشغيل، فاهم بتشتغل ازاي، مش بشكل 100%، مش محتاج ان انا اكون واو ولا انا راجل باشا اكسبرت، لا عادي جدا مش شرط. تمام. بس اللي يهمني في ده كله ان انت راجل بتعرف تتعامل، ودي ميزه عندنا. دي ميزه ايه؟ دي ميزه عندنا، اللي احنا في بعض الاشخاص واغلبيتنا هتلاقي عنده نفس الحوار ده، ان هو بيعرف يتعامل. واللي ما عندوش الحته دي يحاول ينميها. يعني ايه؟ يعني لما اديك تاسك، وهنجرب كده في اخر السيشن هديك تاسك، تمام، تاسك بسيط خالص وهطلبه منك تحله بكره. تمام. تاخد التاسك يا باشا، انا هدور عليه، يعني ايه انا افهم دي مش عارفها مفيش مشكله اعرفها عادي. مش معنى ان انت راجل يا باشا اكسبرت في الكذا انا عارف الكون كله، لا ما انتش عارف كل حاجه عادي. وخصوصا يعني في الوقت ده، يعني يمكن الكلام ده كنا بنقوله من سنتين، الموضوع بيتطور كل شهر. دلوقتي بالاي اي الموضوع بقى بيتطور كل يوم. فاهمني؟ والموضوع بيطورك انت كمان، يعني انا مش عارف الكلام ده، خش يا باشا عرفني ايه ده. مش هدور كتير، يعني الاول كنا بنخش على جوجل بقى ونستخدم دوركات وندور على دي ونشوف دي ونشوف مقالة هنا ونشوف ميديم ونلف يمين شمال ونطلع فوق وننزل تحت، وناخد لنا بتاع نص ساعة ولا ساعة بس بنعرف دي ايه، بنفهم عنها ايه. تمام. دلوقتي الاي اي سهل عليك الايه الموضوع، سهل عليك الموضوع يعني كتير، وشال خصوصا عليك في الكورس ده، شال من عليك حمل كبير. هنعرفه ايه هو الحمل الكبير ده. تمام، اللي هو الباش ذاكرتها على الفاضي، الاي اي بيعرف يعملها. تمام. طيب، فالراجل شال من عليك حمل كتير وهيساعدك في حاجات كتير جدا. تمام، وهنشوف ازاي يساعدنا في الكلام ده، وازاي يوفر عليا شغلي وتعب هياخد مني شهور. تمام. طيب، فالموضوع دلوقتي ايه بقى سهل، فكل اللي طالبه منك وكل اللي بديهولك كده كمعلومه لسه في الاول، ان انت ايه خليك بالبلدي كده راجل فهمان. يعني ايه؟ يعني تعرف تتعامل، مفيش حاجه تقف قدامك. فاهم؟ يعني الحاجه دي وقفت قدامي دلوقتي، لا خلاص مش هسيبها، لا ما تسيبهاش. اوكي، ادي لنفسك بريك شويه، هندل دماغك، ارجع دور على تاني، خليك ورا لحد ما تجيبها. الحاجه دي انا مش فاهمها، عيدها مره واثنين وثلاثه وعشره هتفهمها. تمام. هما بتوع السكيورتي كده. موضوع السكيورتي او موضوع البنتست او السايبر سكيورتي عامه، تمام، الموضوع ده او بالذات البين تيست، الناس اللي شغاله بين تيستنج هم بيكونوا عندهم حته الابديتد على طول، عكس السكيورتي. الديفنس، الديفنس بيعمل ايه؟ الديفنس والله هو عنده فاير وول، عنده كذا، عنده شويه تولز، حتى لو سوك تيم عنده شويه تولز بتساعده، الكلام ده بيطلع له تقارير، هو بياخد التقارير بياخد عليها اكشن. فهتلاقي عنده مثلا 80% روتيني، 20% ايه اكتيفيتي. طب الراجل البين تيست لا، هو عنده 80% اكتيفيتي، 20% ايه روتيني. روتيني اللي هو بيعمل سكان، بعمل كذا كذا، انما 80% ايه بيشغل دماغه، 80% بيحاول يوجد حل، 80% بيلف وايه ويدور. حلو. لحد كده كلام مفهوم صح؟ فاحنا هنا او النهارده هنقعد مع بعض، احنا بنتكلم كموضوع اوفر فيو تاني. ما تخليش نفسك تحس ان الكلام تقيل عليك، لا الكلام مش تقيل. تمام. الكلام اللي هنتكلم فيه النهارده احنا بنتكلم بندردش مع بعض، اقول لك والله يا جماعه احنا عندنا في المجال بيكون في كذا وكذا كذا، خلي بالك من كذا. تمام، هتعمل كذا عشان تعمل كذا. تمام، فاحنا بندردش مع بعض.
حلو، بنفهم الدنيا ماشيه ازاي عشان نبدا نشتغل صح. حلو، فما ما تحسس نفسك ان الكلام كتير او الكلام تقيل عليك، لا الكلام مش تقيل جدا، ولو حاجه وقفت معاك انا كده كده برعيد تاني، ولو ما عدتش عندك الريكورد ايه، ارجع له تاني مره واثنين وثلاثه لحد ما تفهم المعلومه. والكلام ده ينطبق على بقيه الكورس، يعني ما تقولش ان هو النهارده او اول يوم بس، لا على بقيه الايه، على بقيه الكورس. خد الكلام ده كده في سيشن في حته ما جاتش معاك، ارجع للايه، للريكورد، وكده كده بيكون كل السيشنز ايه بتسجلها معايا. ما تسرحش ورا، تبص عليه ورا. تمام ماشي. ده مصطفى دي حاجات قديمه دي، سيبك منها. طيب، فزي ما قلت لك، المعلومة تعيدها مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ومية لحد ما تفهمها. تمام، لو انت عايز توصل لهدف في دماغك. حلو كده. طيب، فاحنا عطينا امثلة ازاي الراجل البين تيست بيكون موضوع دماغه شغالة اكتيفيتي، بيفكر كتير، بيوجد حلول، بيفكر بكذا زاوية، بيتعلم الحاجة اللي قدامه، بيتعلم البيئة اللي قدامه اللي هو بيعمل اتاك عليها، ما ينفعش ان هو يهجم وكده. خصوصا ان البين تيست بياخد وقت كبير، ممكن يوصل لشهور عادي جدا. تمام، شهور بس انا شغال على نقطة معينة بس، أنا بجمع معلومات. تمام، عن حمزة ولا حازم؟ حمزة. تمام، بجمع معلومات عن حمزة بس، انا قاعد 3 شهور انا بجمع بس معلومات عنه. بعرف هو فين، ساكن فين، بيروح فين، ارقام تليفوناته ايه، الجيم بتاعه ايه، معاه ايه، قرايبه مين، ارقام تليفوناتهم مين، ساكنين فين، صحابه، كذا كذا. تجمع معلومات عنه كلها بس 3 4 شهور، انا بس بجمع معلومات عنه، ومن بعيد لبعيد ما جيتش جنبه. انا بس قاعد على الجهاز كده بجمع معلومات عن الشخص ده. تمام، بجمع معلومات عن شركه ايا كان. تمام، المعلومات دي ببدا بعد كده ايه ادونها، عشان ببدا بعد كده اخش على الستيب اللي بعدها. تمام، جميل كده. طيب، فاتفقنا عندنا تاني اللي احنا عندنا الناس الديفنس والناس اللي ايه الاوفنس، الناس اللي بتدافع والناس اللي ايه اللي بتهاجم. طيب، انت حابب تشتغل في انهي بالظبط؟ دي برضو حاجه ترجع لك. يعني ايه؟ يعني انا والله مثلا انا راجل حابب نتورك سيكيورتي، وحابب مثلا اللي انا اديفنس الموضوع، وشغال ايه، وشغال اوفنس على خفيف. طيب، لو خدت بالك من شويه انا قلت لك انا ايه 6 سنين واكتر بعمل ايه، ومتخصص دلوقتي فين، في النتورك ونتورك سيكيورتي. طب تمام، طب انت بتشرح لنا بين تيست، يعني انت فاهم بين تيست كويس اه. طب بتشرح لنا بين تيست وانت شغال نتورك سيكيورتي، طب مش شغال بين تيست ليه؟ لا انا شغال بين تيست، من قال لك ان انا مش شغال بين تيست؟ بس انا شغال بين تيست فريلانس. يعني ايه، انا حابب ان انا اشتغل فريلانس، ودي برضو قاعده يعني ما تاخدش الكلام اللي هو لازم ينطبق عليك، لا. في شركات بتعين بين تيست. تمام، في مصر مش كتير. يعني في شركات بين تيست بس في مصر مش كتير. تمام، زائد ان انا مش حابب اشتغل في شركه بين تيست فقط. الشركه اللي انت هتشتغل فيها هتبقى بين تيست فقط، بتيجي تعمل واحد اتنين تلاته اربعه. تمام، تاسكات بتطلب منك تشتغل عليها، تخلصها، تمشي. تمام، دي حته في انا. تمام، انا بكلمك على حته في انا، وانت برضه تحكم ايه، او تشوف الموضوع من وجهه نظرك عامل ازاي. تمام، يعني ما تحسمش ان ده لازم يحصل، لا انت من وجهة نظرك تفكيرك انت يختلف عن انا، يختلف عن غيرك. تمام، انا راجل حبيت ان انا اشتغل في النتورك والنتورك سيكيورتي اكتر. بحب انا الكعبله دي شويه. تمام، الدنيا واعمل تراك واشوف هنا واستغل ده واشوف ده ومين راح فين ومين جه منين وبتاع الكلام ده كله. بشتغل فيه. طب بتشتغل بالاس بي او بتشتغل بنتست؟ اه بشتغل بنتست. بشتغل فريلانس بعد كده في الباك بوانتي، بشتغل انا بمسك شركات، هنشوف البرامج بتاعتها ازاي، بعمل اتاك عليها واطلع ثغرات واسلمها للشركات وباخد عليها الايه المقابل بتاعها. شغال بروقان براحتي، لان قلت لك موضوع البين تيست هو مش جهد بس، هو وقت. فاهمني؟ فلما انا اشتغل جهد ووقت مع نفسي انا، بيبقى بالنسبه لي انا كاحمد احسن. يعني انا بالنسبه لي الصبح شغال في شركات عادي جدا، بعد الظهر بروح بيتي قاعد على الجهاز ببدا اعمل ايه، شغل البين تيست بتاعي على رواقه وهادي، مش مرتبط بحد، مش محدش مقيدني. تمام، فببدا ايه اللي انا استكشف الثغرات مع نفسي كده، واقدم تقارير وبتاع والكلام ده مع نفسي. تمام، حظك بقى وقع بقى في ثغره كريتيكال، خدت لك مثلا 18 20 أو 25 الف دولار. حظك وقع مثلا في ثغره له خدت لك 50 دولار. تمام، او خدت لك مج هديه. تمام، عارف الحاجات دي. فانت ايه انت ورزقك. تمام، فانا بفضل ان انا اشتغلها مع نفسي. طب هل الكلام ده ينطبق عليك؟ لا، دي حاجه ترجع لك انت.
في ناس بتحب كده تشتغل مع نفسها في الحته دي، في ناس لا، في ناس جربت ده ورجعت لقيت لك لا انا اشتغل فريلانس. فاهمني؟ فانت على حسب ايه، على حسب دماغك ما تجيبك انت حابب ايه وحابب تشتغلها ازاي. تمام. طيب فانت كده كده بما انك جيت هنا انت راجل حابب البنتست وعايز تشتغل بنتست او بنتريشن تيست. تمام. انت راجل تبقى مختبر اختراق بالتست، بتشوف الانظمه عامله ازاي، بتست الثغرات فيها، الكلام ده كله، وتقدم ريبورتات وتقارير والحاجات دي كلها. جميل. حابب تشتغل بيها فريلانس، اوكي. حابب تشتغل بيها في شركه برضو ايه، اوكي. انا قلت لك من وجهه نظري انا تشتغل بيها ايه، فريلانس. تمام، عشان الوقت والمجهود. خصوصا برضو ان الشركات عددها محدود، عددها قليل جدا، ففرصتك انك تقدم في شركة وتتقبل هي مش قليلة، لا موجودة عادي جدا، بس مش كتيرة يعني، مش سهلة. فاهمني؟ هي موجودة اه بس مش كتيرة ايه ولا سهلة. تمام. فانا بالنسبة لي ايه، اشتغل فريلانس ولا اهتم. تمام وخلاص قشطة. وانا كده كده شغال الصبح وبرضه شغال سكيورتي، يعني انا عندي فاير وولز وبتاع وفاهم الدنيا ماشيه ازاي. فانا لو دخلت شركه او بعمل اتاك على شركه او حصل حاجه، انا فاهم الناس دي شغاله ازاي ورا. فاهم يعني ايه فاير وول، فاهم يعني ايه سويتشات، سيرفرات، الزونز متقسمه ازاي، ازاي هعدي من الفاير وول، وامتى هلاقي فاير وول، والديزاين هيبقى ماشي ازاي بتاع النتورك. فاهم الكلام ده كله. تمام، لان ده طبيعه شغل. تمام واصله. وصل. طيب نرجع لكلامنا. احنا قلنا عندنا والله الناس السكيورتي. مين الناس السكيورتي يا باشا؟ اللي هم الناس النتورك سكيورتي. تمام. زي كده الناس الايه النتورك سكيورتي. عندنا برضو التيم السوك تيم، ده برضو خاص بالايه، خاص بالناس الديفنس. الاول ما كانش في حاجه اسمها سوك تيم، لو سمعتوا عنه. سمعت عن السوك تيم؟ اكيد. الاول ما كانش في حاجه اسمها سوك تيم. ده هتلاقيه منتشر في الايه، في البنوك اكتر، في الحاجات الحكوميه التقيله اكتر موجود فيها السوك تيم. مين السوك تيم ده يا جماعه؟ هو ناس ديفنس برضه، بس الناس دي مهمتها ان هي قاعده بتمونيتور الترافيك 24 ساعه. يعني نشوف كل الاجهزه رايحه فين وجايه منين وطالعه بره بتكلم مين، ومين اللي جاي بره بيكلمها، ولا بلا بلا، والترافيك اللي رايح جاي. ومجرد ما بتلاقي ثريد او تهديد بتبدا تاخد ايه، تاخد اكشن معين، توقفه، تعطله، تبعت تقرير ان الجهاز ده عمل كذا كذا كذا. تمام. دي ناس متخصصه وقاعده شغلتها دي، والشغلانه يعني والتخصص كبير برضه دلوقتي بقى ايه، بقى كبير، بس بشكل ما برضه تاني من وجهة نظري انا شايفها روتينيه بس. طب الناس دي بتبتكر حاجة؟ لا، هم شوية تولز انت بتشتغل عليهم، بتحلل بيهم، بتانلايز بيهم، بتطلع التقرير، بتبعت للي بعدك في كذا 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 كذا، بتبعت بقى للتيم المختص. لما تبعت بقى والله الناس بتوع السيرفرات، يا جماعة خلي بالكم انتوا عندكم السيرفر الفلاني كذا كذا كذا، في فولنربيلتي، في ثغرة كذا بتقول كذا كذا كذا، فبعد اذنكم ايه، حلوا الايه، حلوا المشكلة دي. تمام. فهتلاقي الموضوع قلب معاك لايه، روتين. تمام. ناس معاها تولز بتست بيها، بتمونيتور، سوري، بتمونيتور الترافيك اللي طالع جاي، بتعرف ان في فولنربيلتي، في فيروس، في تروجن او في فيروس بيحاول يكونكت بحد بره. تمام. هي بتعرف عن طريق الترافيك اللي رايح جاي، بتبدا تقول لك ايه، تديك اليرت وتدي بلوك وتقول لك ايه، كذا كذا في مشكله كذا كذا حلها كذا كذا كذا. تمام. ده تيم الايه، ده تيم السوك. الناس النتورك سيكيورتي هم الناس اللي مسؤولين عن تامين السيرفرات. تمام. كسكيورتي خاصة بالسيرفرات، من أتفه الحاجات، من بوليسي ل بيرميشن، مين يدخل مين يطلع، مين ليه اكسس هنا مين ملوش اكسس هنا، فاير وولز، مين البوليسي على الفاير وولز، مين هيعدي من هنا لهنا، مين اللي هيخش السيرفرات، مين اللي هيطلع منها، كل الكلام ده كله. تمام. الخاصة بمين، بالنتورك سكيورتي. برضه النتورك سكيورتي بيتابع الترافيك، بس هنا الفاير وولز هي اللي بتمونيتور الترافيك وهي بتديك الايه، تديك الاليرت على طول. تمام. او بتاخد اكشن وبتبلغك على طول هي عملت ايه. تمام. يعني حد مثلا فتح مواقع خاصه بالهاكينج، فبيحصل ايه، بيديله بلوك اوتوماتيك. تمام. فبيجي يسجل عندك ان الجهاز كذا 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 حاول يفتح ايه، مواقع خاصه بكاتيجوري الهاكينج، فاحنا عملنا ايه، عملنا له بلوك. تمام. فيبدا يعرف مين الجهاز ده ودخل كده ليه وعمل ايه والكلام ده. تمام. ده مين، ده النتورك سيكيورتي. خلاص عرفنا حته الايه، الديفنس. عندي تعالى بقى نتكلم في حته مين، الاتاك. طيب الاتاك عندي بعيدا عن التخصصات هنتكلم في التخصصات. في منهم ايه، ثلاث افرع، او الهاكر بالذات في منهم ايه، في منهم ثلاث صفات او ثلاث اشخاص. لو اكيد طبعا سمعتوا المصطلح ده في اليوتيوب او حاجه، ذو القبعه الايه،
البيضاء والايه والبيربل والبلاك هات. تمام، سمعتوا الكلام ده؟ يقول لك الاشخاص اللي هم ايه، احنا ذو القبعه البيضاء، واحنا مين، واحنا البيربل، واحنا مين، واحنا البلاك. طيب مين دول؟ دي صفات اشخاص، لكن هم الثلاثه هم واحد، هم نفس الشخص. تمام. طيب مين ذو القبعه البيضاء؟ الناس دي، او الوايت. الناس دي بتعمل ايه؟ الناس دي يا فندم والله بتخش تعمل بنتست على ويب سايت او اوبريتنج سيستم معين. انا عملت بنتست على السيرفر ده، طلعت فيه ثغرات. اتفضل يا فندم، في ثغرات عندك كذا 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 كذا، باخد الايه، باخد الكوميشن او الفلوس اللي احنا اتفقنا عليها. تمام، باخد فلوسي، السلام عليكم السلام عليكم. طب انا يا باشا مش هديك فلوس. ايه سوري سوري، ده البربل، انا اسف. تمام. الوايت ده بتكون ناس شغاله لصالح شركه. يعني انا شركتي دلوقتي شركه الف. حلو. الشركه دي انا عندي تيم بنتست. تيم بنتست ده مهمته ايه؟ مهمته ان هو يعمل اتاك عندي ويطلع لي تقارير. تمام، عشان تيم الايه، التيم المسؤول عن التقارير دي او الثغرات دي او السيرفرات دي يقفل الايه، يقفل الثغرات دي. فهنا بنصنفهم مين؟ وايت، ناس شغاله موظفين بنتست عادي جدا زي الشركات البنتست دي، بيطلعوا تقارير وبيقدموها. الكلام ده كله بيبقى بشكل قانوني جدا. دي الناس اللي بتبقى ماشيه بشكل قانوني. طلع ثغرات، بيتفق معاك هنعمل ايه، هتتعين عندنا في الشركه، هتعمل هتديك تاسكات تنفذها، او تعالى هنيجي من بره هنعينك ايه، هنديك تاسك عندنا في الشركه، والله احنا عندنا الويب سايت ده، فبعد اذنك ايه اعمل لنا بنتست عليه قبل ما نبلشه طلعه على الانترنت، بعد اذنك اعمل تيست عليه. فهنا في ايه، في اتفاق. الموضوع هنا ايه، قانوني. الموضوع هنا قانوني. فانت يا باشا جيت اتفقت معايا وانا اتفقت معاك وعملنا الايه، العقد بينا، وبدات ان انا ايه، اعمل شغل. فخلاص خدت فلوسي، السلام عليكم. ايا كان بقى انت اشتغلت في شركه او انت عملت الموضوع ده ايه، فريلانس. في بقى موضوع مين، البيربل عندي، اللي هم مين دول؟ اللي هم ذو القبعه الرماديه او الايه، الفستقيه، اي حاجه. فاهمني؟ الناس دي بتعمل ايه؟ الناس دي بتكتشف ثغرات. حلو، من بعيد. انا بعمل ايه، اتاك على السيرفر ده، بكتشف فيه ثغره، وبروح ابلغ صاحب السيرفر ده، بقول له يا فندم انت عندك ثغره 1 2 3 4. تمام، وانا محتاج مقابل على جهدي ده. طب ايه الكلام؟ الكلام يا فندم والله اللي انت شايفه. طب والله اتفضل، ادي ايه، ادي تقدير لمجهودك، بيديك فلوس عليه. تمام، او مقابل مادي عليه. طب الراجل قال لك لا مش هديك مقابل مادي، هتسيبه وتمشي مش هتعمل له حاجه؟ يعني انا معايا الداتا بتاعته ومعايا مخترقه بتاع، سيبه وامشي. بس ما تاذيهوش، ما تاذيهوش. لا انا بقى انا هاذيه لان الراجل ما عملش وما قدرش انت كده اتقلبت منين، من البلاك. انت كده بقيت من الناس اللي هم ايه، اللي بيسموا نفسهم القراصنه، اللي هم ايه، الانونيمس، اللي هو بيهجم وبيوصل لداتا وبيعمل اكتر وبيوصل لملفات كتيره وياخدها، ويبدا انا بقى اسومك عليها، ابيعها في الدارك ويب، اعمل اللي انا عايزه فيه. تمام. قول. البرجر دوت كان ريد تيم مع بلو تيم. انا جاي لك للريد تيم دلوقتي، جاي لك لحوار الريد تيم ده. تمام. انا جاي لك لحوار التيم. هو البيربل ده اللي احنا يعتبر كلنا شغالين بيه، يعتبر معظمنا مش كلنا، معظمنا شغال ايه، شغال بيه، او هو لان هو اللي ساد في موضوع الفريلانس. تمام. طيب فدلوقتي عرفنا مين، عرفنا الوايت والبيربل ومين، والبلاك. الناس الوايت اللي هم ناس باشا قاعدين في الشركه بدل بتاع، بيعملوا شغلهم ياخدوا فلوسهم ويتوكلوا على الله. البيربل ده بيكون ايه، ناس بتشتغل فريلانس. زي ما اعطينا مثال الفريلانس ده، هنجي لها دلوقتي نتكلم عنها تاني. البلاك اللي هو لا، البلاك يا باشا اللي بيخش يسرق ويسرق داتا وبتاع ويخلع، ويبدا ان هو ايه، يساومك عليه. تمام. طيب من البيربل عندي هنا في حاجات اسمها، او في تيمات اسمها الريد تيم والبلو ايه، البلو تيم. طيب مين دول؟ مين الريد تيم ومين البلو تيم؟ برضو خباك عشان المصطلحات دي هتقابلك. مين البلو تيم؟ اللي هم الديفنس. صح كده، من البلو تيم اللي هم الديفنس اللي احنا اتكلمنا عنهم من شويه، اللي هم السوك والنتورك سيكيورتي. هم دول البلو تيم، بنسميهم كده ايه، بلو تيم، الناس اللي بتدافع. طيب مين هم الريد تيم؟ اللي هو حضرتك، البنتست. تمام، الراجل اللي بيعمل ايه، اللي بيعمل اتاك على السيرفرات. طيب مصطلح الريد تيم جه منين، او عملنا ريد تيم ليه، او ايه الموضوع جه من الاول ازاي؟ في قصة بسيطة كده، هي سيمبل قوي، مش منتشرة، ممكن تكون مشهورة، كله بيتكلم ايه، بيشرحها. فدي ايه، ابسط مثال يفهمك الريد تيم ده بيعمل ايه. احنا هنا عندنا مثلا ايه، جيش اسمه ايه،
جيش اسمه ايه بي، دول جيشين. الاتنين دول ايه بيحاربوا بعض. حلو، الاتنين دول شغالين ضرب في بعض وبتاع ليل نهار والدنيا بايظه، والجيشين دول بيضربوا في بعض. فجيش بي هنا عمل ايه، عمل خسائر كتيره فين، عند ايه، كل شويه يخش يخترقوا الايه المعسكر ويعملوا ايه عمليه ويرجعوا تاني، ويخترقوا المعسكر ويعملوا عمليه ويرجعوا تاني. فجه القياده او القادات بتوع الجيش ايه، قال لك طب احنا كده مش هينفع، احنا كده كل شويه حد يجي يخترقنا ويمشي، فمش هينفع. طب ايه الحل يا جماعه، قال لك احنا هنطلع كتيبه من عندنا مهمتها ان هي تعمل اتاك علينا. يعني ايه، قال لك الكتيبة دي هتطلع من عندنا، هي ناس عادي معانا عادي في المعسكر، هتطلع تعمل هي تحاول تعمل هي الهجوم ده علينا وتوصل لأبعد مدى. خد بالك، هنا في فرق، لو أنا شغال بيربل اللي أنا بعمل بين تيست مع شركة بوصل لنقطة معينة وبقف. يعني إيه؟ يعني أنا هنا لو بعمل بين تيست مع شركة ومتفق معاها أنا بوصل لنقطة معينة أو بطلع الثغرة وبقف. يعني بقول لك هنا في ثغرة استغلالها واحد اتنين تلاتة وبقف، ما بطلعش داتا، ما بطلعش معلومات، انا بقف. مش مسموح لي انا ايه اعمل اكتر من كده. طب الريد تيم لا، الريد تيم مسموح له ان هو يوصل لابعد مدى، اعمل اللي انت عايزه. بس طبعا مش بيسرق داتا، هو بيوصل لابعد ايه، شوف هيوصل فين، يعمل اللي انت عايزه، بعد كده تقدم تقارير بكل الكلام ده. تمام. فالجيش ده طلع كتيبة سماها الريد تيم او الريد. الناس دي مهمتها ان هي ايه، ان هي تخترقنا انا. طب ليه لما هي تخترقنا انا وتطلع لي تقارير من عندنا، انا اعرف عيوبي فابدا ان انا ايه اعالج الموضوع ده، عشان ما يجيش الجيش التاني وهو يستغل الايه القصه دي او الموضوع ده، عشان ما تجيش بين تيست تاني من بره بلاك يجي هو يعمل اتاك ويكتشف الثغرات دي ويبدا ان هو ايه يدخل ويسرق منك معلومات وداتا عنها. يبقى وصلت. يبقى هنا الشركات بتعمل ايه، الشركات بتوظف تيم، مجموعة شباب. الناس دي بتقول يا جماعة تعالوا احنا هنتفق معاكم ان انتوا هتعملوا ايه، هتعملوا بين تيست علينا. تمام، هتعملوا ريد، هتبقوا ريد تيم وهتعملوا بين تيست علينا. تمام. في اتفاقنا بنقول ايه، في اتفاقنا ان انتوا هتبقوا ريد تيم، يعني مسموح لكم ايه اعملوا اللي انتوا عايزينه. وخلي بالك الشركات بتبقى محصنه نفسها، يعني ما فيش شركه تيجي تقول لك والله تعالى اعمل بين تيست عليا وهي الدنيا عندها فاضيه او ما فيش سكيورتي وما فيش بتاع. طب انا هاجي اعمل بين تيست ده، انا اول حاجه هعملها اكتشف اكيد اي حاجه. طب ايه الحل، لا يا باشا بيبقى مقفل الدنيا والسكيورتي اللي موجود عندهم مقفل الدنيا والسيرفرات متقفله وما فيش وكله متقفل. تمام، والدنيا كلها سكيور. طب هم جايبيني ليه، ما هي دي بقى مهمتك انت بقى، اخترق الحته دي. طيب على سبيل المثال برضو نحكي ايه، نحكي ستور بسيطه كده، لان دايما بنقول ان الستور او لما نحكي موقف ده بيوصل المعلومه ايه اكتر ليك، بيفهمك اكتر انا قصدي ايه. تمام. طيب على السريع كده، جت شركه ما، شركه ايه، الشركه دي طلبت من تيم ان هم ايه، ان الناس دي يا جماعه بعد اذنكم انتوا هتيجوا تعملوا عندنا تيستنج تمام في الشركه بتاعتنا باسلوب مين، باسلوب الريد تيم. طيب ايه يا جماعه الدنيا خلاص، مضينا العقد، خلصنا الدنيا، فهنبدا ان احنا ايه نعمل بين تيست. طيب الشباب قعدوا يفحصوا الشركه دي، طبعا عندهم تيم سكيورتي، فبديهي جدا هيبقى ايه، هيبقى قافل السيرفرات او قافل السيرفيس اللي فيها ايه، فيها ثغرات. تمام، فاي حاجه فيها ثغره اكيد مقفوله. تمام. فاحنا ايه نبدا هنا بقى مرحله مين، مرحله مين، الكرياتيفيتي، اللي احنا نخرج بره الموضوع شويه. يعني ايه، بلاش نشتغل تقليدي، نخرج بره الموضوع شويه. طيب هنخرج بره الموضوع نعمل ايه، اضعف نقطة عندك في اي سيستم في اي دنيا في اي حتة في الدنيا كلها هو العميل اللي الموظف، اللي هو كلاينت بالنسبة لك، اللي هو الموظف. تمام، اللي هو الموظف اللي جوه الشركة. ممكن تكون انت عندك فاير وولز بدل الواحد ثلاثة، وعندك تيم سكيورتي وعندك تيم سوك وعندك ويجي موظف مش فاهم حاجة، فتح ميل بالغلط، نزل الفايل، رن الفايل. شوف انت جايب ايه، وصارف ملايين، وجايب اجهزه بفلوس وناس قاعده بتقبض بالدولار، تمام، نص دولار ونص مصري قاعدين بيقبضوا الكلام ده، وموظف جه بس بعفويه منه، بلاش نقول حاجه تانية، تمام، عمل ايه، نزل الفايل، رن الفايل، خلاص كده شكرا. كلنا بقى، فاهمني. فمعظم عمليات الاختراق اللي بتتم عن طريق مين، عن طريق الموظفين اللي في الشركه.
طيب الناس دي قالت ايه او فكروا ازاي؟ قالوا يا جماعه احنا هنجيب واحد مننا هيتدرب على وظيفه مثلا في الماليه، في الحسابات. الراجل ده هندربه على الانترفيو، هنجهزه سي في محترم هيروح يعمل بيه ايه؟ الانترفيو هناك. طيب ماشي، ليه برضو ليه دربوا واحد على الانترفيو راح يعمل انترفيو؟ يعني مش فاهم برضو ايه القصه. القصه هنا زي ما انا قلت لك احنا محتاجين نخترق مين؟ محتاجين نخترق المكان، صح؟ فانا محتاج ايه؟ اخترق المكان من بره او مع الانترنت او السيرفرات الدنيا متقفله. لان برضو الشخص اللي قاعد قصادك ما هو سكيورتي، ما هو فاهم انت عايز تعمل ايه، ما هو فاهم وعارف ان او ان السيرفيس اللي هي شغاله دي تمام حصل لها فولنربيلتي، طلع فيها ثغره، فعلى طول عمل لها ابديت او على طول غيرها. تمام. فالدنيا متقفله قدامك، فاحنا محتاجين نخترق منين؟ من العمق. طب ايه اللي حصل؟ جبنا الشخص دربناه بعتناه يعمل انترفيو. طب الراجل قاعد اهلا وسهلا اتفضل، ايه الدنيا، اتكلم عن نفسك، مش عارف ايه بتاع، تشرب ايه، قهوه، جات له القهوه مش عارف ايه. والراجل في وسط الكلام وهو بيتكلم وبيشرح مع الاتش ار وكده اتلخبط وغصب عنه الايه، القهوه وقعت على الورق اللي قدامه والسي في بتاعه والحاجه دي كلها، والدنيا باظت. حلو. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ خلاص الموضوع جه الاوفيس نظف الدنيا، الموضوع اتلم خلاص، مفيش حاجه، هدومه اتبهدلت بس شويه، مفيش حاجه. طب انا اسف، طب انا اسف، طب اتفضل ايه، اتفضل الفلاش ميموري دي موجود عليها السي في ايه، حضرتك تقدر تشوفه يعني عشان معيش نسخه تانيه وكده. تمام. فالدنيا بص عادي جدا، الراجل خد الفلاشه، وصل الفلاشة، فتح البي دي اف او السي في بتاعه، شاف او خد السي في بتاعه، شاف الايه، شاف السي في، بدأ يكمل مع الانترفيو عادي جدا من غير اي شك من الاتش ار. الراجل خلص الانترفيو بتاعه ومشي ومفيش اي حاجة ايه تمت، والدنيا جميلة. تمام. مربط الفرس فين هنا؟ في الفلاشة. موقف زي ده ما يعديش انت عليك كاي تي او راجل سايبر سكيورتي، ما يعديش عليك. فاهمني؟ يعني هتهرشه قوي يعني فلاشه وجاي، ففي حوار. فاهمني؟ انما كراجل اتش ار، إيه المشكله يا عم؟ عادي يا عم، انا بحط فلاشه، انا احمل افلام يا عم ودماغي، انت في ايه؟ هتوجع دماغنا ليه؟ انا بنحط فلاشاتنا يا عم وبنحمل افلام وبتاع ومشغلين نت الشركه والدنيا خربانه. تمام، يعني جت على ده. فالموضوع بالنسبه له عادي. تمام. من هنا حصل ايه؟ حصل الاختراق. طب انت هتقول لي طب يا عم الريد تيم ما كده انت ما اشتغلتش تكنيكالي او ما احتكتش بسيرفرات. طب ما انت كده عملت ايه؟ انا كده حققت التارجت ولا لا؟ حققت التارجت. انت مهمتك ايه؟ ان انا اخترق الشركه دي او المنظومه دي. طب انا عملت ده، اه عملته بقى عن طريق موظف، وده خلي بالك ده موديول اصلا لوحده عندنا في الكورس، ان انا ازاي اخترق الموظف ده. تمام. والسوشيال انجينيرنج بتاعتي، وازاي اطور من نفسي، وازاي اخلي اللي قدامي يفكر في الحاجه اللي انا عايزه يفكر فيها. تمام. كل الكلام ده موجود ليه موديول خاص. تمام. ف حصل الاتاك، الناس قدمت الريبورت، تمام، بدأ هنا يتخذ اكشن ان احنا نعمل دورات للموظفين، نفهمهم السكيورتي ونعلمهم يتعاملوا ازاي مع اي ديفايس خارجي، مع اي حاجة، مع اي اليرت، مع اي فيك ميل، مع اي كل الكلام ده كله بدأ ايه. فانت مش شخص، مش شرط يكون الاجهزة بس اللي عندك هي اللي فيها مشكلة. عادي جدا ممكن يكون اشخاص عندك موجودين في قلب الشركة هم اللي عندهم المشكلة. تمام، وصل المثال؟ سهل. تمام. فهمت الريد تيم بيعمل ايه؟ الريد تيم مهمته اللي هو يخترق الشركه دي باي شكل ما، باي شكل ما، لا تحت اي شكل، تحت اي شكل. مش هاذيهم، بس انا هحقق الايه، التارجت بتاعي. انا وصلت وبتاع وبديك الريبورت واقول لك يا فندم ايه، اتفضل اعمل الكلام ده. الكلام ده كان بيحصل الاول بشكل كتير. تمام. لحد ايه ما الدنيا اتوسعت شويه، الكلام ده من سنين. لما الدنيا اتوسعت شويه دلوقتي بقى في حاجه اسمها ايه، الباك باونتي. يعني ايه؟ بتيجي منصات زي هاكر وان مثلا. هاكر ون ده ايه؟ ده ويب سايت. حلو. ويب سايت عادي جدا، بتخش انت كراجل اتاكر بتسجل عليها، وبتيجي شركه مثلا كشركه جوجل تسجل عليه. طب ليه جوجل بتسجل عليها؟ جوجل بتسجل، بتعمل بروجرام ليها، بتقول يا جماعه والله انا محتاج يتعمل لي بين تيست مثلا على سيرفرات مثلا هنا علامه النجمه دوت جوجل دوت كوم. تمام. ده معناه ايه؟ معناه ان اي سيرفرات خاصه بمين؟ بجوجل دوت كوم. تمام. ده اللي داخل مين؟ السكوب بتاعي. يقول لك والله يا جماعه انا محتاج حد يعمل بين تيست على السكوب ده. طب والله قالت لك مثلا الميل دوت جوجل دوت كوم اللي هو جيميل، ده اوت ايه، اوت اوف سكوب. يعني ده بره السكوب، يعني انا ما اعملش اتاك عليه لا.
هي حاطط ايه؟ حاطط خطه، حاطط بلان، حاطط بروجرامر ليها، قالت يا جماعه انا كذا 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 كذا، وده ايه، وده السكوب اللي مسموح للناس تعمل بين تيست فيه، وده السكوب اللي مش مسموح للناس ايه تعمل بين تيست فيه. حلو، ايا كان بقى، موبايل ابلكيشن، سيرفرات، ويب، بلا بلا بلا، ايا كان. حلو. بعدين، وبعدين انا هعمل مكافاه او اعمل مبلغ مالي معين. ايه هو المبلغ المالي؟ والله على حسب الثغره. الثغرات هنا بتتصنف، يعني في ثغرات من اول لو، من اول انفو اللي هي بتدي معلومات بس، لحد ايه الكريتيكال اللي انت بتوصل للداتابيز. تمام. فعلى كل ايه، على كل تصنيف او على كل ليفل من ده انت هتاخد ايه، هتاخد مبلغ معين. معاك بقى من اول $100، 200، حسب هم حاطين المبلغ ايه، لحد ما توصل بقى شوف هم حاطين 20، 40، 30، 50، $100,000، زي ما هم حاطين، شوف هم واصلين لحد فين. تمام. وانت على حسب الثغره اللي هتطلعها هتاخد الايه، هتاخد المبلغ ده. طب ليه جوجل بتعمل كده؟ او ليه الشركات عامه بتعمل كده؟ الشركات بتعمل كده ليه؟ شركه زي جوجل دي، حد يعرف عندها كام سيرفر؟ كتير قوي. حد يعرف عندها كام داتا سنتر؟ برضه كتير. طب عندهم انفراستراكشر كتير. طب الناس دي محتاجه تيمات ولا تيم ولا ايه، ولا هي محتاجه نص الكوكب بس يشتغل لها؟ يعني نص الناس السكيورتي اللي في العالم بيشتغلوا بس لايه، لجوجل. طب هتجيب مرتبات للناس دي كلها منين؟ تمام، ما الناس دي كلها مسؤول عليها. طب والناس اللي هتعمل بنتست، طب ايه الحل يا جماعه؟ قال لك ايه نعمل؟ جت منين؟ جت حته فكره مين؟ الباك بوينت، اللي هو مش احنا عندنا منصه معينه بتيجي جوجل وغيرها واوبر بقى وكريم وبتاع وكل الشركات اللي ايه اللي في العالم بتخش تعمل بروجرام ليه وتقول والله يا جماعه الهاكر اللي هيعمل اتاك على الكلام ده ويقدم لي ريبورت محترم، الريبورت بيقول ان انت عملت استغلال لثغره معينه بليفل معين، انت ليك مني المبلغ ده. تمام. ومين اللي بينسق الموضوع؟ البلاتفورم او الايه الابلكيشن شغال، اللي هو هاكر وان او ايا كان. تمام. فالبلاتفورم ده هو اللي ايه، هو اللي بيكومينيكيت الموضوع بينك وبين مين؟ بينك وبين الشركه، وبيديك فلوسك وبايه بيسلم الشركه. حلو كده. فجوجل هنا عملت ايه؟ جهازك ده ولا مش جهازك؟ جهازك شغال صح؟ طيب شغال. لا ما انت شايفني بس مش هتعرف تحكي. شايفني انا بكتب؟ لا يبقى جهازك بس. طيب. فجوجل هنا عملت ايه؟ جوجل هنا يا باشا جت قالت لك ايه؟ والله انا ما عنديش العدد ده كله. طب ايه يا جماعه، احنا هنشتغل على البلاتفورم دي، شغال كده، احنا هنشتغل بالشكل ده، هنعمل بروجرام بالشكل ده، ويا جماعه بعد اذنكم اللي هيلاقي فولنربيلتي او هيلاقي ثغره او هيلاقي ايا كان يجي يبلغني، وليه المكافاه الايه، وليه المكافاه الجميله. في غلط في كده؟ بس تبقى هي وفرت على نفسها شغل كتير، وبرضه اشتغلت في حته الايه، اشتغلنا في حته الليجن. فاهم ان احنا والله ناس يا باشا شغالين ايه، شغالين بشكل قانوني، والناس الاتقر اللي هيدخلوا دول برضه شغالين بشكل ايه، قانوني. انا اعطيتك السكوب اشتغل عليه، قدم لي الريبورت، خد فلوسك. يبقى انت قانوني وهي ايه، وهي قانوني. تمام. طبعا انت قانوني في الالتزام بالبرنامج اللي هي حطاه. يعني ما تروحش مثلا او اوت اوف الاوت السكوب بتاعها واخترقت ودخلت وخدت بياناته وبوظت الدنيا، وتيجي تقول لي لا انا كده بقى ادوني فلوس. لا انت كده، انت كده تتحبس. تمام. انت كده ايه، انت كده هتتشلح خالص، كده في حبس وش. تمام. فمش هينفع. فايه، طول ما انت ملتزم بالبروجرام بتاعها، طول ما انت ايه هتاخد فلوسك وانت في السليم. تمام. فده ايه، ده اللي بقى شغال حاليا دلوقتي. موضوع الريد تيم ده قل شويه. في شركات طبعا بتعين ريد تيم، زي شركات ضخمه زي ماستر كارد، الناس دي كلها بتعين عندها تيمات سكيورتي وتيمات ريد تيم وتيمات، يعني بتكون عندها اعداد كتيره يعني. تمام. فمعظم الشركات اللي في العالم بتعمل ايه، هي بس ايه، بروجرام هنا. اوبر مثلا بتعمل بروجرام هنا، تقول لك والله واحد اتنين تلاته اربعه وهدي لك كذا، وانت بتخش تعمل الاتاك، وصلت لثغره بتسلمها، ما وصلتش خلاص. وصلت بقى في يوم، في شهر، في سنه، في اتنين، براحتك. تمام. وتقدم الريبورت وتاخد فلوسك وشكرا على كده. تمام. ده الشغل الايه الليجن. تمام. هنا احنا هدفنا، مش عايزك ايه، مش عايزك تسحل نفسك في حته اللي انا يا باشا اخدت كورس. انت اخدت كورس، هتاخد كورس ان شاء الله محترم، وكورس يعني بقى السيرتيفيكت بتاعته بارقام كبيره. دلوقتي حاليا $1750. تمام. لو انت هتثبت يعني، فانت معاك نولج محترمه، معاك دماغك دلوقتي، انت راجل متكلف، دماغك ايه، متكلفه. فما استغلش ده اللي انا مثلا اروح والله انصب على المواقع واخش اخترق المواقع واسرق الداتابيز واروح ابيعها بره.
الشغل الايه، الشغل ده بنعتبره شغل مش مظبوط، شغل شمال كده بيقول زي ما بنقوله unlegal. فمش قيمتك انك تعمل الكلام ده، فاهمني؟ مش قيمتك، ما تستغلش دماغك في الكلام ده وما تتجرجرش في الكلام ده، لان انت ممكن تقع في حاجات زي كده تجرجرك للكلام ده. لا، حاول انك تبعد عن الكلام ده، حاول ما تروحش في سكته. تمام؟ يعني خليك دايما قانوني في الموضوع ده، عشان انت على الاقل تبقى ضميرك مرتاح، يعني مش حاسس ان انت بتعمل حاجه غلط. يبقى على الاقل ايه، ضميرك مرتاح. شركات كتير جدا بتقول لك تعالى يا باشا عندي، اعمل اتاك وقدم لي الريبورت. وبرضه في شركات برضه موجوده كتير بتقول لك تعالى قدم عندي، لو انت عايز تشتغل بنتست اشتغل عندي. تمام؟ فزي ما قلت لك برضه ممكن تشتغل نتورك سكيورتي او حاجه شغل الصبح، او نتورك او سيستم ادمن، وانت بعد الظهر ايه، فريلانس. بس انا شغال مع نفسي فريلانس، دي برضه حاجه ايه ترجع لك. فاللي عايز اوصله لك، ما تخليش الشيطان يستغلك في حته ايه، لا تعالى ده احنا عايزين نعمل ده مش عارف ايه، ده عايز الاكونت بتاع الكراش بتاع الفيسبوك، ده هبل. ده هبل اللي انا استغل اللي انا عايزه عشان مثلا اجيب لواحد صاحبي اكونت الكراش بتاعته. لا، اولع انت والكراش وش على طول. تمام؟ اكونت كراش ايه انت جاي؟ ده بيحصل، هيقابلك ناس يقول لك يا باشا معلش اصل الاكونت بتاعي على الفيسبوك ومش عارف ايه. يا عم انت بتقول ايه؟ اتكل على الله. هو انا لو معايا ثغره اصلا، يعني انا لو معايا ثغره، متخيل لو انا معايا ثغره اصلا بترجع الاكونتات على الفيسبوك او بفتح بيها اي اكونت على الفيسبوك، انا يا باشا ده انا هسلمها للفيسبوك واخد ملايين، ملايين الدولارات عليها الصبح، هبقى راجل مليونير الصبح. تمام؟ فاكيد مش هيبقى معايا ثغره زي كده ومستني حضرتك عشان ارجع لك بيها الاكونت بتاعك ولا اكونت الكراش اللي الزفت اللي انت عايزها. تمام؟ فهتقابل حاجات هايفه من دي، ما تحاولش ايه تلفت ليها دماغك كتير. هي قد تكون هايفه دلوقتي بالنسبه لك، بس ساعتها ممكن يكون مدخل ليك ان انت ايه تلفت دماغك فيها. فلا، ابعد عن الكلام ده من البدايه، بلاش حرف اللي يجي يقول لك الكلام ده، مش اقول له والله ما بعرفش. ازاي ده انت هاكر قد الدنيا مش عارف ايه. ايوه يا عم ماشي، انا هاكر وكل حاجه، بس هو ايه، هو الفيسبوك كده اي حد معدي بيخش؟ هو اي حد معدي كده؟ يعني انت متخيل مثلا اللي فيسبوك وميتا وانستا وواتساب والناس دي كلها، وهتيجي انت عادي كده بالسهله كده تلاقي اي ثغره تخش تفتح بيها اكونتات؟ ده كريتيكال رقم واحد عندهم، ده نصيبه. فاهمني؟ ده اللي معاه ثغرات زي دي يعني بيبيعها وش الفيسبوك على طول، يبيعها وياخد فلوس على طول. تمام؟ في بقى ناس تانية بتعمل الحركة دي على الدارك ويب. تمام؟ لا انا معايا الثغرة وكل حاجة وبستغلها، بس بستغلها بالايه، بالفلوس يا باشا. والله اللي عايز اكونت ولا حاجة بيدفع 600 ايه، 600 يورو ولا 500 يورو وانا هجيب له الايه، الاكونت، ويبدا هو شغال بقى بيها على الدارك ويب. تمام؟ دي تبقى برضه ناس تانية غير قانوني الكلام ده. تمام؟ تبقى قاعد كده مرة واحدة تلاقي الاكونت بتاعك اتسحب والدنيا وبتاع، وفي ايه، وتو فاكتور اوثنتيكيشن في الارض ومفيش اي حاجة. هل في الكلام ده؟ اه، في ثغرات بتوصل للكلام ده. طب هل هي معلن عنها؟ لو عرفتها تاني يوم الصبح هتقفل على طول. فالناس او الهاكر الكبار اللي مكتشفين الثغرات اللي زي كده، يا اما بيشتغلوا بيها على الدارك ويب اكيد، مش بتتباع، هو بيشتغل بيها على الدارك ويب. تمام؟ محدش يعرفها غير ان هي مجرد لو اتعرفت هتتقفل. تمام؟ فبيكون معاهم ثغرات قويه، اه، بس بيستغلوها في شغل ايه، شغل ايه، ان ليجل، مش كويس يعني. تمام؟ فانت لو واحد معاك ثغره زي كده، باشا روح على الفيسبوك، انا عندي كذا 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 كذا، وقدم الايه، وقدم الريبورت بتاعك. حلو.